احنا وياكم اتفقنا بال 2017 انه المنتشرين بال 2018 بيصوتوا للدوائر الانتخابيه اللي هن بيقترعوا فيها داخل لبنان، وبال 2022 رحتوا على تعديل هذا القانون تلقائيا انه لدوره واحده بال 2018. بال 2022 بيكون في دائره ل6 نواب انتم بتصوتوا فيها كمنتشرين، والقوات والاشتراكي والمستقبل وكل هيدي الافرقاء السياسيين صوتوا معنا حينها بال 2017 على هذا القانون. اجت ثوره 2019 شافوا حالهم انه لا نحن عندنا مصلحه نعدل هذا القانون، يعني عم برموا على المصالح الضيقه وكيف فينا ناخذ مقعد زياده وننتج مقعد من هون. راحوا بال 2021 وكان معهم اكتريه وعدلوا هذا القانون لمره واحده فقط. انتم معكم اكتريه، ليش ما عدلتوه بالمطلق ولغيتوا السته بالمطلق؟ لانه انتم كنتوا كمان بال 2021 مقتنعين انه خلينا ناجلها وبنرجع بنطبقها بال 2026. هلا جيتوا بال 2025 قبل بكم شهر من الانتخابات عم بتقولوا بدنا نرجع نعدل القانون الجديد. انتم عم تحرموا المنتشرين من حقهم يكون عندهم ممثلين لإلهم، ولما بيكون عندهم ممثلين لإلهم حقهم الطبيعي يعملوا معركتهم الانتخابية بأمريكا أو بأفريقيا أو بآسيا أو بأوروبا أو أي مكان آخر، ويكون عندهم ممثلين. وهذا مش حكر على الدولة اللبنانية فقط، في عدد كبير من الدول عم بتطبقها، وأولهم اللي نحن استقلينا عنها اللي هي فرنسا. وبالتالي اليوم ما عم نخترع شيء جديد. هذا القانون لما ناقشناهم نحن وياكم بال 2017 كنتم موافقين عليه، هلا شفتوه واكتشفتوا بعد سنين انه سيء. نحن بالنسبه لنا نفتخر انه هيدا القانون يلي نحن صنعناه بال 2017 واعترضنا على تعديله بال 2021 وبدنا نعترض على تعديله بحال طرح بال 2025، لانه نحن بنعتبر هيدا القانون الافضل للبنان، واذا بدنا نعدله لنحسنه مش لنرجع لورا.